جربي تعملي الكسكسي الجديد بنفس الطريقة من غير بقى ولا خلاط ولا كبة ولا اي حاجة خالص. بصي 10 دقايق بالظبط يكون خالص معاكي على النار. هجيب كوباية دقيق سميد وهبدأ اقول للراجل انا عايزة دقيق سميد، ولا هو ناعم قوي ولا خشن قوي، عشان يطلع معاكي الطعم بتاعه والنتيجة بتاعته احلى من الكسكسي اللي بتشتريه من بره. كوباية دقيق السميد دي هتعمل معاكي كمية حلوة كده وانتي بتسويها على النار. هجيب معلقه سمنه بلدي او معلقه زبده، وهحط دقيق السميد وهقلبها بنفس الطريقه. هخلي دقيق السميد كله يتشرب معايا في السمنه البلدي اللي انا عاملاها. عايزه اقول لك السمنه البلدي بتدي طعم حلو قوي للكسكسي، بتدي له طعم طبعا خرافي. ولو عندك سمنه عاديه تكون نتيجتها برضو حلوه او زبده. هبدا اقلب فيها كده على النار لغايه لما دقيق السميد يستوي معايا في السمنه. هقلب فيها كده لمده دقيقتين 3. بعد كده هنزل عليها بنفس الكوبايه اللي عايرت بيها دقيق السميد، هعاير بيها الميه. وهنزل كده هتحسي اللي هي بتتشرب معاكي، وهتبدا تحسي اللي هي بتعجن يا ما بتعجنش. هو كل ما بتشرب معاكي والنار شغاله عليه بيبدا يستوى معاكي. بس هيبدا بقى وانت بتسويه هتلاقي كده وانت ملاحظه كده معايا في الفيديو اللي هو وانت بتقلبي بيقطع معاكي، بتبدا تقطع واحده واحده، ما بتتمسكش بقى مع بعضيها وما بتعجنش، لا هي كده بتستوي معاكي. طبعا انا بصوا الفيديو على قد ما بقدر بحاول اوريه لكم. بصوا هتفضلي تقلبي لمده 3 4 دقايق بالظبط على النار، ما تطفيش النار خالص عشان تستوى معاكي. هتعرفي منين بقى اللي هو استوى معاكي؟ لما تبداي تقلبي فيه بنفس الطريقه ويفرول معاكي زي الكسكسي اللي بتعمليه بالظبط. نتيجته هايله، نتيجته فظيعه، وطعمه كمان عايزه اقول لكم والله طعمه جميل جدا. هتعتمديه على طول وهتقومي تعمليه في 10 دقايق وهتاكليه من غير ما تعمليه ولا بدقيق ابيض ولا اي حاجه، ولا خلاط ولا كبه ولا اي حاجه، هو بنفس الطريقه دي. هبدأ احطه بقى في طبق، احطه في اي حاجة عندي انا هقدم فيها، وهنزل عليه بسكر بودرة، جوز هند وزبيب، المتوفر عندك مكسرات اي حاجة. انا كان عندي سكر بودرة وحطيت كده فوق الوش. بجد طعمه مش هتفرقيه عن الكسكسي اللي بتجيبيه من بره، وكمان طعمه احلى من الكسكسي اللي ابو دي ابيض. بجد الطريقة دي عجبتني قوي. تسلم ايد كل واحدة عملتها ونزلتها على صفحتها، بجد هايلة. جربوها وقولوا لي رأيكم فيها ايه في